السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الرغبة في الانتحار بتحصل فجأة ولا في علامات؟ كل يوم بنسمع خبر عن انتحار حد، واحد تعب، واحدة وقعت، واحد قرر ينهي كل حاجة. بس السؤال الحقيقي مش هو حصل ايه، السؤال امتى بدأ. الحقيقة ان ناس كتير مش واخدة بالها منها، ان محدش بيوصل للنقطة دي فجأة. الموضوع بيبدأ بهدوء جدا، بيبقى وجع صغير، زعل بيتكتم، كلمة وجعت ومحدش اعتذر، وحدة، عزلة بتكبر، وفجأة تلاقي نفسك مش قادر تتحمل. الناس بتفتكر إن الشخص اللي بيوصل لكده كان عايز يموت، بس الحقيقة هو كان عايز الوجع يقف بأي طريقة. خليني أقولك على شوية علامات لو شفتها على حد أو حتى على نفسك خد بالك. أولا، الشخص بقى ساكت زيادة عن اللزوم، بقى مش مهتم بحاجات كان بيحبها، وبقى دايما يقول مفيش فايدة، وبدأ يبعد عن الناس أو يهزر بس هزاره كله حزن. دي مش تفاصيل صغيرة يا جماعة، دي صرخات بس من غير صوت. طيب خليني أسيب بقى كل ده وأكلمك أنت. أيوة، أنت اللي يمكن تكون بتسمعني دلوقتي ويمكن محدش حاسس بيك، ويمكن حاسس إنك لو اختفيت مش هتفرق مع حد. أنا عارف الإحساس ده تقيل قد إيه، وعارف إنك ممكن تكون حاولت تتكلم قبل كده ومحدش فهمك. بس اسمعني كويس، أنت مش ضعيف علشان تعبت، أنت إنسان استحمل كتير وطاقته خلصت. لو حاسس إنك بتقرب من النقطة دي ما تستناش حد يلحقك، الحق نفسك بإيدك. ابعت لأي حد، أي حد أنت بتثق فيه، حتى لو مش من قرايبك. اكتب اللي جواك، هات ورقة وقلم واكتب أنا زعلان من إيه، بدل ما يفضل محبوس جواك. اخرج من المكان اللي أنت فيه لو خانقك، كلم ربنا، قول له يا رب أنا تعبت، الحقني، انقذني. وما تقوليش مفيش حد، دور تاني وهتلاقي. وحتى لو فعلا مفيش حد حواليك دلوقتي، ده وضع مؤقت مش حكم نهائي عليك. خدها مني، الفكرة اللي في دماغك دلوقتي دي مش حقيقية، دي لحظة ضغط وهتعدي. بس القرار ده لو حصل مش هيرجع. وما تأذيش نفسك وما تزعلش حبايبك. سلام.